السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أحمد شعبان. تعالوا يا جماعة نشوف مع بعض البطارية دي، ونشوف تاريخ الإنتاج، ونشوف الفينش النهائي بتاعها. ده مش إعلان للبطارية. أنا جايبها لسه. يعني شاريها بطارية جديدة لسه بجربها. بس الفينش بتاع البطارية والشغل والتقفيل حاجة محترمة. كان في حاجات أنواع تانية من البطاريات بس ما عجبتنيش الصراحة، والسعر يعتبر متقارب. هقول لكم السعر في اخر الفيديو، بس عايز انوه على كذا حاجه بقى عشان تحافظ على البطاريه، وعشان تشتري البطاريه اصلا من البدايه تكون كويسه وتعيش معاك فتره كويسه. اهم حاجه ايا كان النوع اللي انت هتشتريه تبص على تاريخ الانتاج. طب هو تاريخ الانتاج اللي مكتوب عليه على البطاريه هو تاريخ الانتاج الحقيقي؟ لا. طب ايه الدليل؟ هقولك. دلوقتي احنا 31/12/2024. بص هنا تاريخ الانتاج. بص هنا تاريخ الانتاج 12/2/2025. يعني يعتبر شهر 3، واحنا لسه ايه؟ في شهر في شهر 12. يعني لسه داخلين لسه على شهر واحد. يعني مقدمين تاريخ الانتاج 3 شهور. ويا عالم هي التاجر اصلا شاريها من امتى؟ ممكن يكون شاريها من شهر. يعني مقدمين تاريخ الانتاج 4 شهور. فدي حاجة عايز تخلي بال حضراتكم منها، ان البطارية بتزود على. وطبعا احنا مش عارفين بقى كل الشركات بتعمل كده ولا لا، بس دي شركة يعني عاملة خامة وجودة كويسة. فما بالك بقى بباقي الشركات؟ بس يعني يعتبر كده المفهوم واضح ان هم مثلا بيقدموا تاريخ الانتاج 3 شهور. يبقى انت اما تجيب بطارية عدى عليها 6 شهور، اعرف ان هي عدى عليها 9 شهور. اما تجيب بطارية عدى عليها شهر، اعرف ان عدى عليها 4 شهور. المتعارف عليه واللي الناس بتنصح بيه ان بيقول لك ما تجيبش بطارية عدى عليها اكتر من 6 شهور. طيب يبقى انت لما تجيب البطارية تبص على التاريخ. اول حاجة التاريخ ده بتحط عليه كمان 3 شهور. يعني دي 12 12/2/2025. هي دلوقتي لسه جديدة، لسه في البداية، لسه ما عادتش عند الراجل. تمام. يعني تقدم 3 شهور، تعرف ان هم مزودين تاريخ الانتاج 3 شهور قدام، عشان في خلال ال3 شهور دمت الراجل اللي, اللي هيبيع يعرف يبيع البطارية. او قعدت مثلا عنده ايه 8 شهور او 9 شهور او سنة او سنة ونص. يبقى مثلا لما يجي يبص على على التاريخ الانتاج يلاقيه معدي ايه 6 شهور، معدي 8 شهور. فيكون البطارية يعني ايه عدى عليها فترة ايه قليلة. فدي حركة بيعملوها ايه الشركات بتوع البطاريات. تمام. بالنسبة بقى للمية الخضراء او اللمبة الخضراء دي. اللمبة الخضراء ديت بتاعة المية مش بتاعة الشحن. يعني ما تفتكرش ان اللمبة الخضراء دي بتاعة شحن. اللمبة الخضراء دي بتقولك ان مستوى المية في البطارية تمام. ممكن اللمبة الخضراء دي ما تبقاش خضراء، اللون بتاعها ده يختفي. تعرف ان على طول المية بتاعة البطارية ناقصة. ايه السبب في نقصان المية؟ ممكن زيادة شحن. ممكن هي غالبا زيادة شحن. او مع الوقت والاستعمال فترة طويلة بتبتدي البطارية انها تتلف مع الوقت. طب دي طبعا جافة ملهاش مكان تحط فيه مية للبطارية. بس يعني ده مش بتاع شحن، ده بيديك مؤشر ان المية في البطارية مظبوطة. والله ممكن بقى بعد ما البطارية تبوظ ولا حاجة ممكن تعمل محاولة في ناس بتخرم بقى البطارية وتحط لها مية نار وكده. ساعات بتنفع وساعات ما بتنفعش. البطارية دي ضمانها 12 شهر. على فكرة كل البطاريات هتعدي معاك الضمان اللي هو ال 12 شهر ده. كل البطاريات هتعدي الضمان 12 شهر مهما كان نوعها. فالضمان برضو ما هوش مش حاجة يعني كويسة قوي يعني، او حاجة ثقة قوي ان انت يعني ما تحافظش على البطارية، او لازم تحافظ على بلاطة الشحن. لان ممكن ترجعها يقول لك ايه ده العيب من عندك من الشحن، وما يرضاش يرجعها برضه. ده الضمان بتاعها اهو. فكرش الرجوع سهل يعني.
ده كان فيديو النهارده. شكرا لكم على المشاهده. اعملوا اعجاب واشتراك في القناه لو مش مشتركين، واكتبوا لنا تعليق حلو كده زيكم. شكرا لكم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.